السلام عليكم اخواتي وحبايبي في حلقة جديدة قوية ونارية. وتحيا تونس، ده كان لازم نبدأ بيه الحلقة لان تونس فوق الجميع. تعال في الاول نتكلم على هدف وتألق دبابة المنتخب التونسي الهجومية الجديدة القديمة. لاعب صغير عائد من الاصابة يسجل ويصنع ويعمل الاداء الحلو ده، ما شاء الله، وربنا يبعد عنه الاصابة. ومحتاجينه في الفترة القادمة سواء في التصفيات في بطولة افريقيا، في البطولة الودية الدولية المقامة في ابو ظبي على الاقل، نشوفه ونسترجع الذكريات الحلوه. خلينا نتكلم على مفاجاه حموده بن عمار رئيس الجامعه السابق، الراجل المحترم المؤدب، الراجل اللي كان بيراعي ربنا، الراجل اللي كان في وقته توج المنتخب التونسي بكاس الامم الافريقيه 2004. نتمنى التوفيق في الفتره القادمه. تعال نتكلم على لقطه وفيديو منتشر في كل المواقع وهروب مرشح الجامعه التونسيه الجديد جلال تقى، الراجل اللي كان بيهرب من الاعلام، وقصه غريبه جدا كده. لكن خلينا قبل ما نتكلم في الحاجات اللي ممكن تحزنك يعني تخليك تبقى حزينه على الحال الكره التونسيه او الانتخابات اللي كان المفروض قبل ما يبقى في انتخابات كان يبقى في تغيير في القوانين وتغيير في كل شيء، وبعد كده يبقى في انتخابات علشان خاطر نقدر نشوف رئيس جديد بامكانيات جديده يقدر يطبق على الاقل طموحات الشعب التونسي والطموحات اللي موجوده، ويدور على يبقى في انجاز ليه وللشعب التونسي. لكن اكترية الناس بيدوروا على مناصب شخصية او على طموحات مادية، وسايبين الجماهير التونسية لوحدها بتحارب لوحدها حرفيا. تعال نتكلم على التألق الثنائي. خلينا الاول نتكلم على اونجي وسانت تيان. يمكن اونجي النهارده بيتهزم 3-0. الاهم في الموضوع هو ان يان فاليري لعب المباراة كاملة، ما شاء الله، الله أكبر عليه. يان فاليري بيثبت كل يوم إن هو هيبقى أساسي بنسبة 1000%. أداء وسرعات، لعيب بيبقى عنده تحولات دفاعية، بيلعب كتالت، مساك كتالت، ولما بيبقى في الحالة الهجومية بيلعب باك رايت. فما شاء الله اللعيبة اللي بيبقى عندها يعني إنها تقدر تلعب في أكتر من مكان، دي اللعيبة اللي بتثبت نفسها في القايمة أيا كان، حتى ولو ظهر لعيب باك رايت أفضل منه فبيبقى عنده الأولوية إن هو يبقى موجود، لانه يقدر يلعب اكتر من مركز. عمل مباراه جيده جدا، خد تقييم 6.6، سرعات، تسديدات، حاجات حلوه. يان فاليري ولاعيب لسه صغير فنتمنى له التوفيق. خلينا كمان نتكلم على يونيور برلين. بقى سجلت الحلقه على طول اول ما خرج عيسى العيدوني، لان لما يخرج رانو خضيره في الدقيقه 6 ويبقى عندك وسط الملعب مهلهل بالطريقه دي وتخرج عيسى العيدوني، يبقى انت يا عم يا صرب انت تعبان قوي. يمكن في الفتره الاخيره يونيور برلين يعني اتاثر، يعني هم في المركز ال 14 22 مباراه عندهم 22 نقطه بمعدل كل مباراه نقطه، انت متخيل؟ ومع ذلك الراجل بيعمل التغييرات. انا عارف ان عيسى العيدوني مش هو عيسى العيدوني السرعات والقوه وبوكس تو بوكس والحاجات الحلوه، لكن اللاعب هيرجع لمستواه ازاي وهو ما بيلعبش اساسي؟ دي نقطه مهمه. او مش بيلعب يعني فترات كامله، او في اوقات بيخرج يا اما يقعد دكه يا اما اول مباراه ما تشد وتبقى عصبيه يتغير. حاجات غريبه جدا رغم ان هو كان ركيزه من الركائز الاساسيه. لكن اتمنى التوفيق ليه، واتمنى انه يعني يرجع الى مستواه في الفتره القادمه. احنا محتاجينه حرفيا يرجع الى مستواه. لكن خلينا يعني قبل ما نخش في بقيه التفاصيل ما تنساش تضغط لايك للحلقه وتشترك في القناه لو مش مشترك، واللايكات عشان الحلقه توصل لكل اخواتنا وحبايبنا. وتعالى اقول لك حاجه على الماشي. يمكن كان من شويه الحزم بيلعب مباراه في الدوري السعودي ضد الفيحاء، مباراه يعني انتهت 3-1 لصالح الفيحاء، لكن يعني ايمن دحمان عمل مباراه جيده جدا. نتمنى له التوفيق ونتمنى التوفيق لكل الحراس في الفتره القادمه. تعال بقى نروح لشويه حاجات حلوه قوي. يمكن الاول خلينا نتكلم على الهدف. خلي الانتخابات وخلي تم اغلاق باب الانتخابات وثلاث قوائم، وهنتكلم على الثلاث قوائم. تعال نتكلم على حاجه واحده. من شويه كان في مباراه مهمه جدا لاثنين لعيبه ما شاء الله، كان السويدي فيها عمر العيوني كان بيلعب جناح يمين، وفيها علي يوسف كان بيلعب كجناح شمال وكان بيلعب كمهاجم. عملوا مباراه الاثنين جيده جدا، كان في كاس السويد كسبوا 2-0. الجميل في الموضوع عمر العيوني اداؤه حلو قوي، فممكن تقول ده عمر العيوني كبير يا عم الحاج وعنده 30 سنه والى اخره. طيب علي يوسف 23 سنه، الاصابه بتاعت الركبه يعني اثرت عليه، الرباط الصليبي اثر عليه، عاد وبقوه بيلعب اساسي، بيسجل، بيلعب برجله الشمال حلو قوي. تيجي له كوره من عند نص الملعب وهو فاتح في الجانب الشمال، يستلم ويروح ويكمل وياخد واحد على واحد.
يطلع له الحارس يحطها لونج كده من يعني على يمينه فيحط الهدف وبكل سهوله. ما شاء الله انا اتفرجت على المباراه بقيت مبسوط قوي بعلي يوسف، لان احنا راهنا كتير على علي يوسف وعلى جبريل عثمان، لان سانتا تيانا النهارده ما كانش موجود معاه. اتنين مهاجمين صغيرين اداء كويس جدا. عثمان كان موجود، جبريل كان موجود مع منتخب تونس 20 سنه في كاس العالم، حاجه جامده جدا. محتاجين مدرب ياخد اللعيبه دي يا جماعه، يجيبهم معاه في المعسكرات حتى ولو ما لعبوش اساسيين، مهاجمين صغيرين وحلوين ومتالقين، معسكر في الثاني في الثالث هيكسروا الدنيا. لما يبقى هم صغيرين وبيلعبوا اساسي مع انديتهم يلا بقى، محتاجين كده ولا ايه؟ ولا احنا عايزين الجاهز؟ مفيش حاجه اسمها جاهز في الزمن ده، لازم مدرب يكون عنده استراتيجيه وعنده طموحات وعنده برنامج. ولما تيجي تتكلم على البرنامج فانت في اي انتخابات في رئاسه جامعه او في اتحاد كوره بيخش قبل ما بيترشحهم بيبقى كل مترشح او كل رئيس بقائمته عنده استراتيجيه، عنده برنامج واضح للجميع، وبيطلع يقول لك احنا ناويين نعمل كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، ناويين نتقدم، عندنا المشاكل كذا. كل الكلام ده موجود في العالم كله الا في الجامعه التونسيه. الغريب في الموضوع ان الجماهير التونسيه اكتر جماهير عارفه القوانين وفاهمه، ولكن ربنا بيبتليها بناس بيدوروا على المصالح الشخصيه. اتمنى خلاص باب الترشيح اتقفل، مفيش غير 3. كنت اتمنى تلمساني، كنت اتمنى يعني كابتن طارق دياب اللي كنا متعشمين قوي، لكن معرفش حاربوا لوحدنا، احنا حاربنا لوحدنا. القوانين منعتهم، لكن كان المفروض يخرجوا ويكلمونا اكتر من كده. كابتن حموده بن عمار سمعت مع حيدر امبارح او فيديو واحد بعته لي صاحبي، الله اكبر، حموده بن عمار راجل عمره ما كلف يعني خزينه الجامعه جنيه، راجل عمره ما خد اهل بيته او اولاده على حساب الجامعه بدعوات، كل المصاريف كانت من جيبه، الانتقالات من جيبه، الفنادق من جيبه، ما شاء الله الله اكبر، وراجل ما بيتكلمش، ما شاء الله الله اكبر. محتاجين ناس تدور على مصلحه وتدور على مصلحه الكره والجامعه التونسيه بدون ما تطلع تتكلم، بدون ما تاخد علينا لقطه. ما شاء الله، فشكرا، كنت لازم اقول شكرا يعني حموده بن عمار على راسنا. نحترم الجميع وندور على المصلحه، والله مع كل الاحترام نختلف مع الجميع، ولكن اختلاف مهما كان يبقى اختلاف احترام بيننا وبين الجميع. تعال اكلمك على القايمه، يمكن ال3 قوائم اللي موجودين انا مش عارف يعني. اقول لك ماهر بن عيسى داخل معاه قايمه، وسام لطيف معاه قايمه، كابتن جلال خلصنا من جلال جالنا جلال معاه قايمه. انا مش هقول القائمه، انا عندي قدام القايمه والموضوع، انا هحط لك الصوره لان الموضوع صعب ان انا اتكلم فيه بصراحه. انا كنت مفكر ان يعني الناس اللي هتترشح غير كده، وان يعني الهروب بتاع جلال تقى من المرشحين، الراجل مرشح والاعلام او المصورين رايحين يسجلوا معاه ويتكلموا معاه، والراجل يهرب ويروح يمين ويروح شمال. انت لما يبقى هروب زي ده لمرشح، وراجل عامل قايمه ومحضر نفسه ومظبط الدنيا وحاطط لي نائب معز المنستيري ومحمد سالم، سفيان سالم وتميم وزبير ومحمد خالد، وقصه مظبط، هربان من ايه؟ اقف واتكلم وقول. رئيس الجامعه لازم يبقى شخصيه، لازم يبقى واجهه، لانه عنده قصص كتير. سيبك من الامور الداخليه، الامور الخارجيه مع الفيفا، مع الاتحاد الكوره، مع يعني كمان الكاف، مع الجامعات الاخرى، قصه. الموضوع مش ترشح وخلاص، الموضوع مش لقب يا جماعه. ربنا يولي من يصلح، وان شاء الله القادم افضل لتونس. تحيا تونس، سلام.